مرحبا بكم إخواني الأعزاء في نشرة الأخبار الظهيرة. معكم أخبار المغرب نيوز. نواكب معكم أبرز المستجدات والأحداث الوطنية أولا بأول. في هذه النشرة نفتح ملفات ساخنة ونناقش قضايا تهم الشارع والمواطن. إليكم أبرز العناوين. سفير واشنطن يشيد باستقبال الملكي. تفاصيل: هزة أرضية بقوة 3.4 بجرسيف. المغرب يتحول إلى وجهة رئيسية للإعلاف الروسية في منطقة شمال إفريقيا. لحم الكلاب يقود لتوقيف صانع محتوى. أسود الأطلس يخوضون المونديال 2026 تحت ضغط إنجاز قطر التاريخي. عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى المملكة المغربية ديوك بوكان عن اعتزازه باستقبال الملك محمد السادس نصره الله له بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المناسبة محطة بارزة في مساره الدبلوماسي وتزيد لعمق العلاقة التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن منذ ما يقارب 150 عاما. وأوضح السفير الأمريكي في أول تعليق له عقب مراسم تقديم الأوراق الاعتماد بالقصر الملكي بالرباط أن الشراكة بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع الشركاء المغاربة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع المجالات التنسيق بما يخدم مصالح الشعبين. وشدد بوكان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لترسيخ أسس الازدهار والأمن والخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة. رصد المعهد الوطني هزة أرضية أمس الخميس بجماعة تدرت بإقليم جرسيف بقوة بلغت 3.4 درجات على مقياس ريشتر، وهي الظاهرة التي جاءت مع زورعان الأنشطة الزلزالية المعتادة في المغرب. وكشف ناصر جابور مدير المعهد الوطني عن تسجيل هزة أرضية ليلة الأمس الخميس، وتحديدا في تمام الساعة 8:51 مساء بلغت قوتها 3.4 درجات على مقياس ريشتر. وأكد أخبار المغرب نيوز أن المواطنين شعروا بهزة أرضية بشكل واضح، ونتيجة لذلك تلقى المركز العديد من الاتصالات المستفزة. تمكنت العناصر الأمن الوطني بمدينة مرتيل من توقيف صانع محتوى المعروف بلقب بنسنس، وذلك بعد فترة من التتبع والترصد تنفيذا لمذكرة البحث الصادرة في حقه. ووفق المعطيات المتداولة فقد جرى توقيف المعنى بالأمر بحيديدة بمدينة مرتيل التابعة لعملات المضيق فنيدق، قبل الشروع في استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها لإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة بمدينة تمارا. وتفيد المعطيات ذاتها بأن متابعة بنسنس جاءت على خلفية شكايات تقدمت بها الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان. وظهر صانع المحتوى في هذه المقاطع وهو يتناول ما قيل إنها لحوم الكلب تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أثار استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودفع الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان إلى التقدم بالشكاية في الموضوع. يرافق دخول الأسود الأطلس منافسة كأس العام 2026 ضغط إنجاز نسخة قطر السابقة، ويرى خبراء في الشأن الرياضي أن هذا الأمر سيكون ذا تأثير إيجابي على مجموعة وهبي من أجل تثبيت المكانة التي وصلت إليها كرة الوطنية عالميا. وقال هؤلاء الخبراء إن جماهير المغربية لم تعد تقبل بالقليل من المنتخب، خاصة بعد الإنجازات التي تم تحقيقها، مما قد يمنح الأسود الأطلس دفعة معنوية من أجل اللعب أدوار متقدمة في هذا المونديال. أشيبان إطار وطني خبير رياضي قال إن كرة القدم المغربية تمر حاليا بمرحلة مفصلة وحاسمة في تاريخها، ولم يعد من المقبول الاكتفاء بمجرد المشاركة في المنافسات، بل بات الهدف الأساسي هو السعي نحو تحقيق الألقاب للبطولات. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية من قناتكم المغرب نيوز. لمتابعة المزيد من المستجدات والأخبار الوطنية أولا بأول، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو ليصل إلى الجميع. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.